يا اسماعيل قول لي ليه الزرافه رقبتها طويله؟ الزرافه بتتميز ان رقبتها طويله، ليه ربنا خلق لها رقبه طويله؟ تفتكر ليه؟ انت جميل يا اسماعيل. يا اولاد اسماعيل بيعمل ثواني يا محمد اسماعيل بيعمل حاجه مهمه وحلوه جميله جدا. لما يكون مش عارف حاجه بيقول انا ما اعرفهاش، ما سمعتش عنها قبل كده، ما بيقولش اي كلام وخلاص، وده شيء مهم. انا عايزه سقفه جميله لاسماعيل يا جماعه. الواحد لما يكون مش عارف حاجه ما يهبطش، ما يقولش اي حاجه وخلاص، يقول ما اعرفش عادي جدا، بس يعرف المعلومه. حد عارف معلومه الزرافه ليه رقبتها طويله؟ قول لي يا محمد. مثلا كان في يعني لا انا بسالك سؤال محدد تجاوب عليه. ليه الزرافه رقبتها طويله؟ تساعد الحيوانات. عشان تساعد الحيوانات. طب نسمع اجابه مالك. مثلا استنى، انت خدت اجابتك. مثلا يعني لا مثلا انت، طب ممكن انت خدت فرصتك، ندي فرصه مالك دلوقتي. ليه يا مالك الزرافه رقبتها طويله؟ عشان تعرف تاكل النبات اللي هو الشجر. برافو عليك يا مالك، سقفه حلوه لمالك. علشان تقدر تاكل النباتات، عشان هي بتتغذى على اوراق الشجر الطويله، الشجره طويله، فهي علشان تقدر تتغذى على اوراق الشجر عشان تعرف توصل لها، فربنا خلق لها رقبه طويله.